مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا، فراخ هحطها في الفرن. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا هنا معايا فرخة كبيرة حوالي وزنها 2 كيلو وحاجة. هنا معانا معلقة توم باودر، بصل باودر، معلقة فلفل اسود، مكعب ماجي، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كاري. هنا معلقتين صلصة، عصرة ليمونة، 3 معالق زيت. احط عليها معلقة بهارات فراخ، معلقة برضو صغيرة. احط برضو الكركم، الكاري. هنا بقى كده احط كل الكلام ده مع بعضه كده، نيجوا مع بعض بالشكل ده كده. انا هنا مش حاطه زبادي خالص، انا بستكفى بس بايه، بالخلطه دي. والله طعمها حلوه جدا، هتعجبكم، ولون بقى خرافي. انا هنا برضو مخليه حبه تتبيله، مخليهم على جنب. اقول لكم ليه دلوقتي. ورجعت لكم بقى تاني بعد ما خلاص اهو تبلت الفرخيه بتاعتي، قعدتها حوالي بتاع ساعتين، اقل حاجه ساعتين. ممكن تبيتها ليله كامله، تسيبوها متبله في الفريزر، بتبقى حلوه جدا. ده بقى الخضار بتاعنا اهو. عباره عن ايه؟ عباره عن بطاطس مكعبات، بصل مكعبات، طماطم مكعبات، فلفل الوان برده مكعبات. ممكن تحطوا جزر لو حابين، ممكن تحطوا برده بقدونس. وهنا شويه التتبيله اللي انا كنت شايلاهم على جنب برده حطيتهم اهو، اقلبها في قلب الخضار. احطها بقى كده على الشبكه بتاعتنا. انا هنا الفرخيه بتاعتي شايفين بسم الله ما شاء الله وزنها كبير. احطها كده في الفرن. انا هنا برضو قسماها، يعني مقطعه عامله شرايح كده عشان خاطر تستوي. والتتبيله طبعا انا مش برميها، انا برشها كده على الفراخ، طبعا بتنزل على الخضار، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. هجيب بقى ورق السلطان كده، احطها كده على اعلى درجه حراره في الفرن. انا هنا مش بضيف اي ميه، على اعلى درجه حراره وهي بتستوي مع نفسها. اسيبها بقى ساعه، ساعه ونص، على حسب ايه درجه الحراره بتاع الفرن بتاعتك، وعلى حسب برده الفراخ ما انت مكسره العظم بتاعها كده، مش مخليها برده سمينه. ادخلها بقى في الفرن وارجع لكم تاني بعد ما تخلص. ورجعنا لكم بقى تاني بعد ما خلاص اهو خلصت بقى الفراخ بتاعتنا، طلعتها من الفرن. شايفين بقى الجمال، بسم الله ما شاء الله، يعني الشكل بيتكلم عن نفسه. بتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش بقى اللايك الجميل والاشتراك في القناه على التيك توك وعلى اليوتيوب. وان شاء الله هستمر معاكم في فيديوهاتي، ومش هاخر في فيديوهاتي تاني.